مسلسل كارثة طبيعية. مسلسل في منتهى الجمال. تعالوا بينا نختصر حلقاته ونشوف أحداثه للي ما عندوش وقت يتفرج عليه ويشوفه. أهلا بيكم يا حبايبي في حكاية أمل. يلا نشوف الحلقة الأولى هيحصل فيها إيه. ده محمد، واحد بيتصل بيه بالتليفون ويمليه رقم، وهو اتصل بالرقم ده وبيقوله الأستاذ المنتج محمد العدل جروب. بيقوله أيوة. قال له كان عندك مشكلة في الخط وأنا حلتها لك. قال له إيه هي المشكلة؟ قال له مش مهم، المهم أنا عندي فيلم وعايز أوريهولك، أصل أنا مؤلف. قال له بكرة عدي عليا بعد العصر وسيبه في المكتب وأنا هبقى أقراه. قال له لا أنا أحكيهولك. وقعد يحكي ويعمل والكلام ده كله، وآخرتها اكتشف إنه قافل السكة في وشه، ولقى واحد قاعد قدامه بيقول له عندك كفرات موبايل؟ قال له ايه؟ قال له كفرات. قال له لا، هنا خدمة العملاء، الكفرات دي ممكن تلاقيها في المحل اللي جنبنا. قال له على فكرة الفيلم بتاعك وحش، وراح سابه ومشي. محمد خلص شغله ونزل ولقى مكنة الاي تي ام، فبيشيك كده على رصيده، لقى رصيده صفر، يعني المرتب منزلش. خد بعضه وروح البيت، لقى شوق مراته مستنياه وقالت له يلا انا جاهزة. قال لها رايحة فين؟ قالت له على السوبر ماركت نجيب حاجات الاسبوع. قال لها خليها لبكرة عشان المرتب بتاعي منزلش. قالت له بس انا مرتبي نزل، يلا بسرعة. محمد وشروق في السوبر ماركت، راح اختار جبنة، فقالت له لا بلاش دي نباتي الدهن، هناخد دي احسن. قال لها دي اغلى، دي الضعف. قالت له بس دي صحية احسن. راحوا قدام الكاشير بيحاسبوا. محمد لقى حاجة غريبة كده، قال له ايه ده مش بتاعنا. قالت له لا دي حاجتي انا. قال لها ايه ده؟ راح الكاشير رد وقال له ده اختبار حمل. راحت هي قالت له محدش سألك على فكرة. محمد قال لها واختبار حملي ليه ومنين؟ راح الكاشير قال له من حضرتك يا فندم، هو انتوا مش متجوزين ولا ايه؟ قال له انا قلت منين مش من مين. وبص لها وقال لها ليه يا شروق انتي مش مركبه لولب؟ قالت له مش انا قلت لك انا هشيله؟ قال لها وانا ما وافقتش. قالت له ده حريه شخصيه، وبعدين ده الرحم بتاعي انا. قال لها لا الرحم بتاعنا احنا الاتنين، واحنا مش جاهزين. ده كفايه ابوكي مدبسني الشقه فوق مستوايا، انا تقريبا بدفع مرتبي في ايجار الشقه. قالت له ما انا كمان ابويا جهزني احسن جهاز. قال لها انتي مش شايفه المصاريف؟ قالت له احنا متجوزين بقالنا 3 سنين وانا عايزه اخلف ونفسي ابقى ام. قال لها بلا ام بلا اب، شوفي مستوانا، شوفي عربيتنا، وشوفي عربيه الراجل اللي ورانا جايب ايه. الراجل قال له ايه، هو احنا هنقر ولا ايه؟ قال له انا اسف مش قصدي. وقفوا يتخانقوا. قال لها انت مش شايفه ازازه الزيت بقت بكام؟ وشايفه ايجار الشقه؟ ده صاحب العماره عايز يعلي الايجار علينا. رد الكاشير وقال له هي حاسه، وبعدين ده مجرد اختبار حمل، ممكن يطلع سلبي، وساعتها ممكن تركبه اللولب تاني. قال له ما كان راكب، بتشيله ليه؟ قالت له براحتي. قال لها مفيش براحتك، هو انت شايفاني عيل بسكسوكة ولا ايه؟ الكاشير قال له كملوا خناقتكم في البيت ويلا بقى حاسبوا، في ناس عايزة تحاسب، الحساب 2300. راح قعد يدور في جيوبه وقال انا هستناكي بره، حاسبي يا شروق. محمد واقف قلقان ومستني نتيجة اختبار الحمل. طلعت شروق وقالت له في خطين، يعني ايجابي انا حامل. قال لها وانا مش موافق على الحمل ده. قالت له يعني ايه؟ قال لها يعني اتصرفي. قالت له واحنا ماشيين مع بعض، ده انا مراتك. قال لها احنا عايشين مع بعض، يعني قرار زي ده مش قرارك لوحدك، لازم يبقى قرارنا احنا الاتنين. قالت له بدل ما تفرح. قال لها افرح بايه؟ افرح ان اجيب عيل مش هقدر اصرف عليه؟ قالت له احنا بقينا كويسين وانا مرتبي زاد، يعني ما تشيلش هم حاجة. قال لها ايوه عشان مرتبك زاد تاخدي القرار ده لوحدك وتلغيني انا خالص، وتبلغيني كمان بالحمل يوم ما تجيبي حاجات البيت من مرتبك انت، يعني بتلغيني انا خالص، انت مش محترمة. قالت له بقى انا مش محترمة؟ ماشي. وراحت جري لمت شنطة هدومها وقالت له انا هخلف وهدفعك نفقة لابنك ونفقة ليا كمان وهنشوف. قال لها استني يا شو ما تكبريش الموضوع ده، بدل ما نقعد نفكر هنعمل ايه. قالت له انا ماشية وبقى طلقني. ونزلت جري، راحت متصلة بابوها وقالت له انا هتطلق من محمد وهطلب تاكسي وهجيلك. وراحت طالبة تاكس. محمد قاعد زعلان ولقى الباب بيخبط.
قام فتح لقى راجل كده، راح داخل قعد يدور في الشقة، لقى حاجات على الترابيزة، راح واخدها. قال له ايه ده؟ قال له المدام بعتاني اخد الحاجات اللي جايبها من مرتبها. قال له وانت مين؟ قال له انا سواق التاكس. قال له ماشي. محمد نام على الكنبة باللبس بتاعه، وصحي على رن التليفون المدير وهو بيقول له انت فين؟ قال له انا جاي في السكة اهو، وقام جري وراح نازل. قطع تذكرة للمترو وجري، طبعا مستعجل جدا لانه متأخر على شغله، وركب المترو. طبعا شوية حاجات بتحصل في المترو بتحصل لنا كلنا، واحد بيتزنق فيه، وواحد عينه في الموبايل بتاعه، وواحد بيقومه ويقول له قعد الراجل الكبير ده، وحاجات كتير كده في المترو بتحصل. واخيرا محمد جري راح الشغل، لقى زحمة كده وقال لهم ما عندكم الابليكيشن ما بتدخلوش ليه عليه؟ لازم تيجوا بنفسكم. دخل لقى المدير وواحد بيتخانق معاه، قال له خد اقعد شوفوا عايز ايه. قعد معاه وقال له عايز ايه؟ قال له انا امبارح كان معايا 240 ميكس ونمت وما اتصلتش بحد خالص ولا عملت حاجة. قمت الصبح لقيتهم 225 ميكس. ال15 ميكس دول راحوا فين؟ قال له ال15 ميكس دول بحوالي 30 قرش، خد جنيه اهو كده مرضي؟ قال له اه ماشي مرضي. وقعد مع عميل تاني بينقي خط مميز ومش عارف ينقي الخط، قال له اقعد على جنب كده ونقي الرقم اللي يعجبك. قال له ماشي، احسن حاجة اقعد وانقي الرقم بمزاجي. ورن الجرس للي يدخل اللي بعده، ولقى شروق وابوها. دخل وقعد وقال له ممكن اتكلم معاك على انفراد؟ قال له احنا في المكتب. قال له بس هتكلم معاك. قال له ده بالكلام ده في البيت. قال له لا. انت ازاي يا فندي تطرد بنتي من بيتها بعد نص الليل؟ هو انت ايه جايبها من الشارع؟ وكل ده ليه؟ عشان حامل من وراك؟ راح في دخلة الساعي كده بصله بقرف، قال له حامل من ورايا مني؟ وبعدين يا عمي انا ما طردتهاش، هي اللي مشيت لوحديها، وبعدين بيتك في الشارع اللي ورانا، يعني ما فيش دقيقة واحدة هتبقى هناك. وبعدين انا ما احبش حد يتدخل في حياتي الشخصية، احنا متفقين انا وهي على كل حاجة، واحنا عارفين ظروفنا. قال له اسمع يا فندي، انت انا من الاول ما كنتش موافق عليك وما انتش نازلي من زور، بس بنتي هي اللي غصبت عليا وقالت هو ده اللي هيسعدني. والله لو زعلتها تاني ما هيحصل كويس. وما تنساش ان انت ماضي على قايمة ب300,000 و150,000 مؤخر، يعني 450,000 هسجنك بيهم. في دخلة اخت محمد قالت لهم يا جماعة استهدوا بالله مش كده. راح محمد قال لها هبه اختي ايه اللي جابك؟ راح حماه قال له انا مرضتش اكبر الموضوع واجيب لك العيلة كلها، انا اللي اتصلت بيها وجبتها، تعالي احضرينا هات كرسي. راح محمد قال كرسي ايه؟ انا اسف يا عمي، واللي انتوا عايزينه انا هعمله لكم، والحمل ده انا موافق بيه. راحت هبه اخته قالت له ايه ده هي حمل؟ وقعدت بقى تزغرط في الفرع وكده. راح جه مدير الفرع وقال له مبروك، انت هتقعد النهارده 4 ساعات زياده ومخصوم منك 3 ايام حق الدوشه اللي انت عملتها دي. قال له والله حقك عليا انا ما اقصدش، هما اللي جم لوحديهم. قال له خلاص انتهينا. جه الراجل بقى اللي بينقي الارقام قال له انا مش لاقي ولا رقم حلو. قال له طب اكتب الرقم اللي انت عايزه وانا هخلي الشركه تعمله لك مخصوص. محمد راح لصاحبه وقال له انا جاي اشوف ابنك، الف سلامة عليه. قال له ايه اللي عرفك؟ قال له مش انت واخد اجازة النهاردة عشان ابنك عيان؟ قال له اه عيان. روح يا ابني العب مع اخواتك، اصله عنده الحصبة. قال له طب هيعدي اخواته؟ قال له يا عم سيبك منه، ولا هيعدي اخواته ولا حاجة. قال له امال امهم فين؟ قال له في الشغل، خلصت اجازة المرضي واجازة الاعتيادي واجازة كل حاجة، وانا اللي اتدبست فيهم النهارده وقاعد بقى. قال له بس انت فيك حاجة مش طبيعية، ايه هي؟ قال له مراتي حامل وهخلف. قال له اه اهلا بيك، وايه عملت في نفسك كده ليه؟ انت مش قلت ومش كنتوا متفقين؟ قال له هو بقى اللي حصل. قال له طيب. قال له بس خلف عيل واحد، ولو قدرت يبقى نص عيل يبقى تمام. وهو قاعد بقى شاف المهزلة، اللي عمال يرسم على وش اخته، واللي حاطط اخوه في البوتاجاز وحاجات كده شقاوة، والتاني قلبه على ايده وعارف ان اللي هيحصل له اسخن من كده. فالتاني بقى عمال يخوفه ويقول له ده انت هتخش في حاجات، ده انت هيحصل لك حاجات، يلا استعد بقى، بس يا ريت عيل واحد بس. شروق بتحط الاكل لمحمد وبتقول له عجبك الاكل حلو؟ قال له اه حلو. وراح قايم سايبها
وواقف في البلكونة. راحت وراه، قالت له: محمد، أنا آسفة، أنا عارفة إن أنت زعلان مني وزعلان من بابا كمان عشان اللي عمله النهاردة، بس حقك عليا ما تزعلش. أنا ما قصدتش والله أحطك قدام الأمر الواقع، بس أنا ماما وبابا خلفوني على كبر، وماما توفت يوم ما كانت بتولدني، وبابا اللي رباني لوحده. حاول يعوضني عن الكلام ده كله، بس برضو طول الوقت حاسة ان انا لوحدي، ونفسي احس بدفء الاسرة، ونفسي اخلف وابقى ام وكده، ونفسي اخلف من الانسان اللي بحبه، وانا بحبك يا محمد، ونفسي اخلف منك. ما تزعلش مني بقى، حقك عليا. راح محمد قال لها: خلاص، وانا اسف كمان، انا اتعصبت عليكي وقلت كلام ما يصحش اقوله، بس انتي برضو عملتي اللي في دماغك وما خدتيش رأيي. قالت له: معلش يا محمد، حقك عليا، هات راسك ابوسها. قال لها: عيب، احنا في البلكونة. قالت له: دي راسك بس. قال لها: ماشي، بس بشرط طفل واحد بس، ما تقوليش تاني. قالت له: لا، وعد مش هقولك تاني الا اذا انت جيت وقلت لي ايه، نخلف تاني. قال لها: انا عمري ما هجيلك واقولك نخلف تاني. يا رب يبارك لنا بقى في اللي جاي، وادعي بقى يبقى كويس ونعرف نربيه ونعلمه كويس. قالت له: يا رب. يلا بقى نعمل سونار. قال لها: يعني ايه سونار؟ قالت له: سونار عشان نعرف ولد ولا بنت، ما هو بابا قال اعملوا سونار وطمنوني. قال لها: بدل بابا قال كده يلا. وخدها وراح للدكتور، ولقى السكرتيرة. قال لها: عايزين كشف. قالت لها: اسمك ايه؟ قالت لها: شروق سعيد الشمسي. قال لها: هو الكشف كام؟ قالت له: 500 جنيه. قال لها: ليه 500 جنيه؟ طب ولو شروق سعيد بس هيبقى بكام؟ قالت: مش فاهمة. قال لها: خلاص خلاص، اقطع لنا كشف. ودخلوا للدكتور. الدكتور بقى بيعمل سونار، وهي بتقول له: ولد ولا بنت يا دكتور؟ قولي بنت وطمني. قال لها: بنت ايه؟ ما بيبانش، انت في اول التالت. قال لها: يعني بقالك 3 اشهر شايله اللولب وما قلتليش؟ قالت له: لا، هما شهرين بس وكانوا هيتخانقوا. راح الدكتور قال لهم: اسكتوا اسكتوا، ايه اللي انا شايفه ده في حاجه مش طبيعيه. قالت: في ايه؟ الدكتور قال: انا مش شايف طفل واحد. راح هو قال: يا لهوي، توأم؟ قال له: توأم ايه؟ مش 2، ده انا شايف 5 اطفال، 5 اكياس اهم. قال له: دي حالة من الحالات النادرة، المدام حامل في 5. ما اقولكوش بقى على نظرة محمد وشكل محمد اللي كرفت طفل واحد جايله 5 اطفال. يلا استنوني في الحلقة التانية.